حكايات فرجة هي سلسلة مش متصلة من فيديوهات قصيرة، واللي فيها هنحكي لكم حكاية صغيرة نتعلم منها حاجة مفيدة أو ناخد منها عبرة تغير فينا عاداتنا وأفكارنا للأحسن. قصة النهاردة بيحكيها شخص متدين وعلى خلق، الحقيقة ما نعرفش اسمه ايه، بس خلينا نسميه آدم عشان يبقى سهل سرد الأحداث. آدم بيحكي وبيقول إن في يوم من الأيام وأثناء ما هو ماشي في الطريق لفت نظره مجموعة من الشباب واقفين على جنب الطريق وبيضايقوا الناس اللي ماشيين بحركات وبكلمات بذيئة، وكل لما يضايقوا أحد الأشخاص يقعدوا يضحكوا بسخرية، واللي للأسف بقى مشهد مش غريب علينا الأيام دي. اللي لفت نظر آدم هو وجود شاب واقف مع المجموعة دي مفتول العضلات، لكن شكله مش زيهم، ملامحه فيها براءة الأطفال على الرغم من جسمه الضخم، ويظهر للوهلة الأولى إنه متربي وعلى خلق. آدم فكر جديا في إنه يروح يكلمه ويسأل عن سبب وقوفه مع مجموعة الشباب دول، لكنه سرعان ما تراجع عن الفكرة، خصوصا بعد ما تخيل الشاب مفتول العضلات ده ممكن يعمل فيه إيه لو ضربه. آدم كمل طريقه وصورة الشاب ده لسه متعلقة في ذهنه، لكن بعد دقيقة ومن غير تردد أخذ القرار إنه هيرجع يكلمه بهدوء ويديله نصيحة مهما كانت العواقب. وبالفعل رجع ووجد مجموعة الشباب ما زالوا واقفين يضايقوا في الناس برضه. قرب بهدوء من الشاب مفتول العضلات واستأذنه لو يكلمه على انفراد لدقيقة، وسط دهشة واستغراب من مجموعة الشباب، وبابتسامة طيبة قال له: انت ليه واقف مع الناس دول؟ انت شكلك مش زيهم ولا اخلاقك اخلاقهم، شكلك انك شخص متربي واللي بتعمله ده لا يمكن يكون من طبعك. آدم كان بيحاول يحافظ على هدوءه، لكن قلبه كان عمال يدق بسرعة كبيرة من الخوف، وبقى يدق أسرع لما الشاب مفتول العضلات بص في الأرض وقعد يتنفس بقوة وكأنه تنين مجنح هيفترسه. لكن المفاجأة كانت إنه بيبكي، وأنفاسه دي ما كانتش تعبير عن الغضب، لكن كانت بسبب حرقة البكاء. وبصعوبة قال له: أنا أهلي مسافرين وأنا عايش لوحدي، ما عنديش أصحاب غير دول، وما عنديش طريقة تانية أتسلى بيها غير معاهم. وهنا كان آدم في غاية السعادة، ووعده إنه هيساعده يتغير وتبقى حياته مفيدة ومثمرة. وبعدين قال له إنه هيمشي معاه لحد بيته، وفي الطريق قعد يكلمه عن خطورة بقائه مع أصدقاء السوء، وإن إزاي في طرق كتير ممكن يستثمر بيها وقته غير ارتكاب الذنوب. لما وصلوا للبيت أصر الشاب مفتول العضلات إن آدم يطلع يقعد معاه شوية ويكلمه أكتر عن الدين وعن استثمار الوقت والسعي للنجاح وكل القيم اللي كان أول مرة يحس بطعمها في اليوم ده. ومع أذان المغرب اقترح آدم إنهم يصلوا جماعة قبل ما يروح بيته، لكن الصمت سيطر على المكان، ومنه فهم آدم إن الشاب ده ما صلاش قبل كده، فقعد يعلمه إزاي يتوضى ويصلي، وكلمه شوية عن أهمية الصلاة ونفعها العظيم لينا. وبعدها كان من اللازم إن آدم يمشي، لكنه وعد الشاب ده إنه هيزوره من حين لآخر. وبسبب ان الدنيا مليانه بالملهيات آدم نسي يسأل على الشاب مفتول العضلات لمده تفوق الشهر، لحد ما في يوم قرر انه يزوره، فراح للعنوان وخبط على الباب، لكنه فوجئ براجل عجوز بيفتح له. ولما سأله عن الشاب مفتول العضلات ابتسم وقال له: انت بتسأل عن ابني، هو حكالي عنك اول ما رجعت من السفر وعن انك غيرت له حياته كلها. ابني توفي من اسبوع، توفي وهو ساجد على سجادة الصلاة،